من عاقب الهلال عاد ليعاقب نفسه. صمت بيان اتحاد القدم، لكنه تحدث كثيرا عن الهلال. أهلا بكم من استوديو صدى. بهدوء غير معتاد أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا أعلن فيه إعفاء الأمين العام إبراهيم القاسم ضمن تغييرات مفاجئة في أمانته العامة. اللافت في البيان لم يكن ما قيل بل ما لم يقل، فلا ذكر لمبررات ولا توضيح لأسباب، رغم أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع فقط من القرار الأكثر جدلاً: معاقبة الهلال بسبب كأس السوبر، بسبب موقف لا يزال غامضاً حتى الآن في تفسيره القانوني. اليوم يعود الاتحاد ليعيد ترتيب أوراقه، نعم دون أن يربط علناً بين الإعفاءات وما سبقها، لكن من يقرأ ما بين السطور سيجد أن هذا الهدوء ليس سوى صدى لما أحدثه الهلال من زلزال قانوني وإعلامي لم يهدأ حتى اللحظة. هل كانت معاقبة الهلال عن السوبر قراراً صائباً، أم أنها كانت بداية تصدع داخل أروقة القرار؟ الزمن وحده سيجيب، لكن المؤكد ما حدث لم يكن تفصيلة عابرة في دفتر الاتحاد، بل عنوان فرعي لمرحلة أكبر تكتب الآن.